الواحد لما بيجي يسافر بيكون مشغول هو رايح فين، هقضي الفتره بتاعت السفر في ايه. بس مش ده اللي حصل مع عز. عز كان كل همه ان هو قبل ما الطياره تطلع يكون خلص كتابه الرساله اللي حكى فيها القصه اللي هو عايز يبعتها قبل ما يطير بالطياره اللي كان راكبها. عز شاب جميل من اب مصري ومن ام سودانيه. حاليا عنده 36 سنه. بيحكي الحكايه دي ان هو من 10 سنين كان موجود في السودان مع اسرته وكانوا عايشين هناك. والده بيشتغل راجل نقاش بسيط، ووالدته ست بيت وهما الاثنين ما عندهمش غيره. بيقول لي انا يعني خدت من والدي الحمد لله يعني طيبه المصريين وجدعنتهم وكده، وخدت من السودانيين شهامتهم برضو ايه والقبول اللي في وجوههم يعني. فعشنا حياتنا كانت بسيطه جدا جدا في السودان، جدا ابسط من البساطه. وعلى فكره هو كاتب كده يعني بيقول لي ما تتغيرش ان انا اسمي عز. هو انا والدي حاول ايه يخليني كده ايه اتشعبط في اي حاجه من بتاعه الناس اللي هم اللي مستواهم راقي يعني. فخلى قال لك حتى نسميه عز يعني. فقال لك ده سبب التسميه. كانوا ظروفهم متوسطه جدا جدا، رغم كده كان بيدرس، كان والده حريص انه يخليه يدرس ويتعلم. مرت السنين، اتخرج من الكليه، اتخرج من كليه تجاره، شاطر جدا متفوق جدا في دراسته. لكن كان وقتها يعني لما بيحكي الحكايه كان وقتها الظروف في السودان ما بتساعدش قوي ان هو ايه يلاقي نفسه، مش لاقي شغلانه كويسه. طب الحل ايه؟ الحل ان هو يروح يجي مصر من خلال معارف والده، ما هو والده مصري ليه معارف في مصر وكده. فالمهم عن طريق معارف الوالد جابوا له شغلانه، نزل لمصر وبرضه عن طريق نفس المعارف لقى شقه بسيطه موجوده فوق السطوح في منطقه عابدين. اشتغل محاسب في شركه من شركات المقاولات المعروفه يعني في مصر، بس مش هينفع طبعا نقول اسمها. مرت الشهور في الشركه، يوم عن يوم عن يوم عز بيثبت كفاءته كمحاسب شاطر جدا 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 جدا. برضو احنا كمصريين يعني لما بنلاقي كده حد يعني مش من البلد بيحصل فيه كده حاله من الاحتواء والمحبه والمراعيه. ده سمت الشعب المصري طول عمره يعني. هو كمان عز كمان يعني بسماره الجميل ده كان برضه شاب حبوب ودمه خفيف، كانت اموره يعني ايه، كانت اموره ماشيه بمنتهى السلاسه في مصر من وقت ما نزل. بعد وجوده في الشركه بتسع شهور قدر وبسبب شغله بس وبسبب شطارته وبسبب احترافيته انه يبقى واحد من اهم اتنين محاسبين في الشركه اللي اصلا فيها 12 محاسب. ودي مده قياسيه انك تعمل ده في الوقت ده، يعني انك انت تبقى متميز قوي بالشكل ده في المده القصيره دي. ده بيبين لك قد ايه ان هو كان متميز في شغلانته يعني. بالتوازي كان في بنوته موجوده معاه في الشركه، هو حس شويه ناحيتها بمشاعر لطيفه يعني خلال التسع شهور اللي هو قعدهم. اسمها رشا. حس ان هو حاببها، ولان هو شخص دغري ولان هو شخص بيحب يخش البيت من بابه طلب من رشا ان هو يجي يقابل والدتها. فالبنت يعني استغربت، قالت له طب ليه، ايه سبب المقابله؟ قال لها يعني تعارف وكده. فهمت بس ما قدرتش تكسفه يعني. طب تعالى. حددت له ميعاد مع والدتها. جه. عزموه على الغداء، بعدين قاعدين بقى بيتكلموا علشان يخش بقى في الموضوع، يعني انت قاعد انت قاعد وكلت وبتاع، خش بقى في الموضوع. فراح جاب الموضوع على بلاطه، انا كذا كذا وحاسس بمشاعر ناحيه رشا وعايز اتقدم لها وعايز اخطبها. فالام بصت لبنتها كده اللي هو بصه كانها بتقول لها ايه، كانها بتقول لها طب يا بنتي ما الولد كويس اهو، يعني كويس وشاطر ومميز يعني وبتاع. فرشا خجلانه مكسوفه. عز لها اتكلمي قولي اللي انت عايزاه، انا مش جاي احجر عليكي يعني، قولي اللي انت عايزاه بمنتهى الحريه يعني. فراحت قالت لها، قالت له بص يا عز، انا عارف انت انسان عاقل جدا وانسان شاطر جدا وانسان ذكي وهتفهم اللي انا بقوله بالمعنى اللي انا اقصده مش بمعنى تاني خالص مختلف. انا من زمان ليا صوره معينه في الشاب اللي انا عايز ارتبط بيه واللي يكون شريك حياتي. وفي كذا صفه، والصفات كلها والمميزات كلها موجوده فيك. تمام. بس ما كنتش حاطه في حسباني ان هو يكون بشرته سمراء. فقالت الكلمه كده وهي ايه، وهي يعني متلجلجه يعني. فهو عشان يشيل عنها الحرج قال لها ايه، قال لها يا ستي ما انتوا شو انتوا بتقولوا في مصر السمار نص الجمال. طب اهو يعني ايه المشكله؟ قالت له ما انا ما كانش في حساباتي كده خالص والله. بس ده ما ينتقصش خالص منك وما يقللش خالص منك وما يعيبكش خالص. فالولد خد رد فعل غريب جدا عز. قال لها يا ستي مش مشكله، على الاقل بقى اديني جيت اهو وجربت اكل الحاجه ربنا يخليها لك، بدل ما معدتي تعبت بقالي تسع شهور اهو من الاكل بتاع الشارع وكده. يا انت مش زعلانه؟ لا لا مش زعلانه ولا حاجه، انت ست، انت بنت ما يعيبكيش حاجه وانا شاب الحمد لله ما يعيبنيش حاجه. بس نصيبنا مش مع بعض، مش نهايه الكون يعني. وقعد وفضل موجود بعد كده في القعده لمده ربع نص ساعه تاني وقعد يهزر ويضحك، لما كده راح خد بعضه ومشي. خرج من البيت وهو بيضحك بيقول لي بس قبل ما اخرج من باب العماره
راح واقف ورا باب العماره وقعد يعيط، يعني قعد يعيط عياط بحرقه يعني. قال لي كنت حاسس ان انا هتجنن لو ما عيطتش، يعني حسيت ان ايه، ان مش ده السبب اللي انا اترفض عشانه، يعني مش دي الحاجه اللي انا اترفض عشانها. وكنت بقى ايه، انا مأمل بقى ان انا يعني لا، يعني رشا هتوافق عليا وهي مغمضه يعني، بس لما جت رفضتني كسرتني. هي حره، انا مش اكيد مش هجبرها، يعني مش هجبر حد ان هو يرتبط بيا، بس في النهايه حسيت ان انا ايه، مقهور قوي. عيطت ورا باب الشركه ورا باب الشقه العماره، وقرر بعدها ان هو يدفن نفسه في الشغل دفن، يعني انا هدفن نفسي في الشغل. كنت بدي قبل كده 100% من مجهودي، دلوقتي هدي 200%. دفن نفسه في الشغل وقعد دايس على نفسه في الشغل. مرت سنه كامله لغايه ما بقى عز هو رئيس الحسابات في الشركه، وده انجاز تاني غير الانجاز الاولاني. يعني انت فكره انك انت في سنه، في سنتين تقريبا تبقى رئيس الحسابات في شركه كبيره زي كده، ده بيبين قد ايه انت بتاخد الموضوع جد يعني. لحد ما في يوم مدير الشركه، آه، استاذ مصطفى، الراجل طلبه وقال له تعالى، احنا في وفد جاي، وفد من شركه اجنبيه جاي، واحنا هنتفاوض معاه من شركتنا عشان نعمل شغل مع بعض يعني. فاحنا هناخد يعني فوج من عندنا او مجموعه من عندنا يروحوا يقابلوا الوفد ده في الفندق عشان نتفاوض معاهم وكده. الوفد اللي جاي من شركه اجنبيه. فعز قال تمام. فهو مش بيكلم عز لوحده، هو بيكلم الشركه، يعني بيكلم الناس المديرين كلهم يعني. جرت العاده في الحاجات اللي زي كده ان انت كمدير شركه عقارات، بتاخد المهندس بتاع الشركه بتاعتك الرئيسي، وبتاخد كمان مدير الحسابات. فالمنطقي ان انت هتاخد المهندس بتاع الشركه وهتاخد عز اللي هو مدير الحسابات. بس عز فوجئ ان الاستاذ مصطفى جايب واخد واحد ولد تاني، شاب صغير كده اسمه احمد. فاحمد ده محاسب تحت التمرين، تحت التدريب لسه يعني. فهو استغرب، فبيسال استاذ مصطفى بيقول له ايه ده يا استاذ مصطفى، احمد لسه تحت التدريب هيروح معاكم ازاي، المفروض انا اللي اروح. قال له عز انا مش عايز مناقشه، انا خلاص قلت كده وده اللي هيحصل يعني. بعد ما خرجوا الموظفين راح قال لعز استنى انا عايزك. قال له بص يا عز، انا عارف ان انت دماغك كبيره وان انت هتستحمل وان انت هتفهم كلامي صح وكذا، بس يا اخي الجماعه الاجانب دول عليهم حاجات. الواد احمد انا عارف ان هو انت اكتر خبره منه وانت مدير وبتاع، بس انت عارف ان احمد يعني ايه، برضه يعني ايه، يعني ابيضاني وعيونه ملونه. قال له كده بالنص يعني، ابيضاني وعيونه ملونه وبيعرف يتكلم لغات، بيتكلم لغتين، فيعني ايه، هياكل قوي مع الجماعه الاجانب دول. والجماعه الاجانب دول انت عارف مجانين وبيبصوا دايما للمظاهر. فبيقول انا بسمع الكلام ده وانا مقهور من جوايا، ايه الكلام الفارغ ده، ايه الكلام، على فكره يا استاذ مصطفى انا بتكلم انا كمان لغتين بالمناسبه يعني. فهو فاجئه بالجمله دي. فراح جه قال له ما انا خلاص قررت يا عز، وان شاء الله هعوضها لك بعد كده ومش عارف ايه. بس قال لي خرجت من الاوضه بتاعت المدير، دخلت الحمام بتاع الشركه وقعدت اعيط في الحمام بتاع الشركه. يعني قعدت اعيط يعني. قال لي كنت في الاول بفتكر الناس ايه بيتريقوا على موضوع العياط في حمام الشركه يعني، لكن انا دخلت وقعدت اعيط زي العيال الصغيره يعني. حسيت ان الدنيا جايه عليا قوي، وحسيت ان ايه ده، حاجه زي كده كان ممكن فرصه اخش واتكلم مع الناس، وكنت هعرف يعني، كنت هشرف الشركه بتاعتي يعني. بس ليه يتم استبعادي؟ وايه احمد عينه ملونه وشعره مش عارف ماله ايه ده، ايه الهيافه دي. حاسس ان هو برده ملوش مكان في الشركه دي، ان هو لازم يمشي منها يعني. بدا يقدم السيفيهات السي في بتاعه في كذا شركه تانية، وبدا يشتغل. قلت لكم ان هو اشتغل 200%، لا بقى يشتغل 500%، بقى يشتغل 16 17 ساعه في اليوم في نفس الشركه. لغايه ما ربنا كرم وجاله عرض من شركه عربيه بتاعت عقارات برضه فاتحه في مصر. اشتغل في ساب الشركه الاساسيه بتاعته، اعتذر الاستاذ مصطفى ده وساب المكان واشتغل في الشركه العربيه الجديده. وبعد ما اشتغل في الشركه العربيه الجديده اتعرف هناك على واحده كانت ماسكه نائبه المدير، موجوده في مصر هنا، بنت اسبانيه اسمها ريتا. بنت جميله جدا، مثقفه جدا، ذكيه جدا. اشتغل معاها مثلا حوالي 3 4 شهور. لاحظت من اول مره يعني في الاول، في الفتره البسيطه اللي في الاول، ان ده شخص استثنائي، ده شخص مش طبيعي. يعز ده شخص بتاع شغل قوي، وشخص شاطر جدا في شغلانته يعني. لغايه بعد 3 4 شهور من التعامل فوجئ ان هي جايه في مره بتقول له ايه، بتقول له على فكره انا بحبك يا عز. بتحبيني انا؟ بتحبيني على ايه؟ انا بحبك، انسان مخلص لشغله، انسان جدع، انسان محترم، انسان مؤدب، انسان مثقف، انسان شاطر، انسان تعدد له بقى مزاياه اللي هو اصلا غير يعني في غيرها كانوا بيكسروها له وما كانوش حاطينها خالص في الحسبان. فوجئ انها لفتت نظر الاجنبيه. مين؟ ريتا الاسبانيه. فحبوا يعني، هو حس بتحبه بجد. ارتبط، اتجوزوا هما الاثنين، خلفوا بنوته اسمها زينه، واتغيرت حياه عز 180 درجه. وشاء ربنا بعد كده ان ريتا جه لها شغل في انجلترا، انها تبقى مديره شركه عقارات في انجلترا. فترشح جوزها اللي هو عز، فعز يروح معاها الشركه في انجلترا، فيعيش هناك برضه في انجلترا، ويبقى هو مدير حسابات الشركه الانجليزيه دي، اللي هي تعتبر واحده من اهم 4 شركات عقارات في العالم. مش هقول لك بقى في مصر ولا في هنا، لا 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 لا، في العالم. مدير حسابات اكبر، واحده من اكبر 4 شركات حسابات عقارات في العالم. فتتخيل بقى
الوضع اللي بقى فيه والشكل، كل احنا بنتكلم في اقل من 10 سنين، كل القصه دي بتحصل في اقل من 10 سنين. لغايه ما بيقول لي في الرساله بتاعته ان هو الشركه بتاعته الانجليزيه جت عشان تعمل في مصر اتفاق مع شركات مصريه تسمع كذا عرض، عشان عايزين يعملوا تعاون مع شركه من الشركات المصريه بتاعت العقارات. من ضمن الشركات دي كانت الشركه بتاعت استاذ مصطفى اللي هو سابها. تمام. فهو اللي كان هيقابلهم، يعني عز اللي كان هيقابلهم كان هيقابل، شوف بص سخريه القدر يعني والتدابير ربنا، ان إيه هو اللي هيجي يعمل لهم الاختبار يعني. قاعد في الفندق، جم دخل استاذ مصطفى عليه، ومعاه مين بقى؟ معاه احمد اللي هو الولد اللي اياه ده. تمام، كان كبر طبعا وقتها، ومعاه واحد مهندس. فاول ما شافوا عز، مصطفى ايه ده عز انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا المندوب بتاع الشركه الانجليزيه اللي جاي اتفاوض وكده. فمصطفى حس ان ان عز عشان شايل منهم هيخسرهم الموضوع يعني. فقال له تمام تمام تمام. قال له مش تسلم على استاذ مصطفى؟ حضنه وسلم عليه بمنتهى الحب عز يعني. وقال له على فكره انا درست كل العروض، والعرض بتاع شركتكم انتوا هو ده اللي هيتاخد. قال له بجد انت بتتكلم بجد؟ انا مش مصدق، انت طلعت اصيل، انت طلعت محترم جدا يا عز. قال له مش موضوع اصاله ولا عز، هو مش موضوع اصاله ولا جدعنه، انتوا فعلا العرض بتاع شركتكم هو احسن عرض موجود يعني، انا مش بجاملكم، ده حقكم. انا بدي كل حد حقه يا استاذ مصطفى، وده اللي اتعلمته، ندي كل واحد حقه. تمام. قال له ربنا يخليك، انا مش عارف اقول لك ايه وبتاع. ساله عن رشا، قال له اخبار رشا ايه؟ قال له والله رشا اتجوزت مرتين وانفصلت وبقى معاها طفل، وقاعده دلوقتي في البيت ما بتشتغلش هي ووالدتها، مع والدتها يعني. وطلبت مننا مرتب اكبر من امكانيات الشركه، واحنا رفضنا يعني، فبالتالي قعدت في البيت يعني. فقال له تمام 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 تمام. عرف منه المعلومه يعني، وبعد كده راح قال له على فكره يا استاذ مصطفى، عايز اقول لك على معلومه، العالم الاجانب ما بياخدوش بالمظاهر. دي معلومه بس حبيت اصححها لك، عشان انت من فتره كنت بتقول لي كذا كذا كذا. خلص الاجتماع خلاص. اتصل عز بواحد من الناس اللي يعرفهم في شركه مقاولات تانية خالص في مصر، او عقارات موجوده في مصر. اتصل بيه وقال له من فضلك في واحده اسمها كذا كذا، انا عايزك تشغلها عندك اللي هي رشا، ومن غير خالص ما تجيب لها سيره ان انا موجود في الصوره، وتديها المرتب اللي هي عايزاه، وانا متكفل باي مرتب هي عايزاه، المهم ان هي ما تقعدش في البيت، لانها فعلا انسانه شاطره في شغلها. خلص عز الرساله، بيقول لي انا بكتب لك الرساله دي وانا رايح مسافر انجلترا، فحبيت ان انا اكتب القصه دي وابعتها، واحكي التفاصيل اللي حصلت دي كلها، عشان ابين لك دايما في اوقات كتير جدا ممكن تزعل على حاجه راحت منك، في حين ربنا اصلا يكون شايل لك حاجه احسن منها بكتير. وده المعنى اللي انا فهمته من القصه بتاعت عز. في اوقات في حياتك كده بيبقى عندك حاله رضا تامه عن كل اللي حصل وكل اللي لسه هيحصل، تبقى متاكد بنسبه مليار في الميه ان عوض ربنا فوق اي خذلان واي اذى. بتبقى متاكد ان مفيش حد اتضر ولو للحظه، مش هتيجي حاجه هتسعده بما يوازي ويمكن اكتر كمان من اللي اتوجع بسببه. قبل كل وصول كان في مليون توهه، وكان في مليون شخص غلط، وكان في مليون وقعه وقفنا بعدها صلبين طولنا. ربنا يرزقنا بعد كل فقد عوض، ويكون كل عوض افضل من اللي اتفقد.